هي الاقصر واسوان مش مناسبه لشهر العسل؟ ما اقدرش اقول لك ان هي مش مناسبه لشهر العسل، ولا اقول لك لا، لان عايز اقول لك ان اعلى واكتر رحله بتتباع في شهر العسل في الشتاء بتكون رحله الميكس اللي بتكون بين الاقصر واسوان وبين سهل حشيش. وفي ناس بيعملوا رحله اكبر وميزانيتهم بتبقى اعلى من كده، يبدا الرحله في الاقصر واسوان ومرسى علم وسهل حشيش والجونه، دي بتبقى رحله كبيره شويه. فالموضوع في المطلق ما تقدرش تقول لا هي مناسبه او مش مناسبه، ولكن هي بتتباع كتير جدا وناس بتتبسط فيها. طب ينفع اجي بس الاقصر واسوان في شهر العسل؟ ينفع، ولكن انا ما بنصحش بحاجه شبه كده. دايما العرسان بيكونوا عايزين دايما بحر، بيكونوا عايزين برضو اكتيفيتيز مختلفه، رحلات يخت، بيكونوا عايزين رحلات سنوركلينج وحاجات شبه كده كتير. الاقصر واسوان ممكن تبقى محطه في المحطات بتاعتك بتاعت شهر العسل، بعد كده تسافر مدينه كمان. لو الميزانيه بتاعتك ما تسمحش لده وانت دماغك انك عايز اوريدي تستمتع بده، عادي خالص. ولكن انا مش اكتر حاجه بنصح بيها على قد ما انا بنصح برحلات الميكس بين تو ديستنيشنز يعني.